العند. العند لازم نتكلم عليه النهاردة. ليه؟ عشان دي طبيعة بشرية فينا كلنا، لازم نتكلم فيه في الأطفال وفي الكبار والمراحل بتاعته. حتى لو ما اتكلمناش على المراحل كلها النهاردة، على الأقل هنتكلم في بوينت مهمة هنعرف نتعامل فيها ازاي. لو اتكلمنا بدأنا في العند مثلا في الأطفال، احنا عارفين ان مفروض علم النفس بيقول ان من سنة ونص ل4 أو 5 سنين ان الأطفال بيبقى عندهم موضوع العند ده. في حاجة اسمها العند الفطري، هما بيتولدوا كده، دي فطرة هتبقى فيهم، عشان هو ده الوقت اللي الطفل فيه بيكتشف نفسه. هو ده الوقت اللي هيبقى عايز يقول انا اهو، انا موجود، حسوا بوجودي، انا مش واحد مهمل. هو ده الوقت بتاعه. فاحنا كنا بنفتكر ونفضل نقول ايه، لا ده وقت الاكتشاف، ده بيكتشف نفسه. لا ايوه، بس هو برضه بيعند عشان يحس بوجوده. احنا بقى ما بنبقاش فاهمين ده. فهو اوريدي ده في علم النفس موجود، حاجة فطرية فيه هتبقى، مش حاجة مثلا هو بيكتسبها ونقول لأ مفروض يبقى في أطفال عنادي وفي طفل لأ مش عنادي. لأ، هم كلهم هيبقوا عناديين بس بمراحل، وعلى حسب كل حد فينا هيتعامل معاها ازاي. أول حاجة إن احنا بنقول إن هو من سنة ونص ل4 سنين، ممكن كمان توصل ل5 سنين الطفل هيبقى عنيد. احنا بقى مفروض نعمل ايه، هناخد بالنا ازاي؟ في حاجة احنا بنعملها غلط قوي، احنا لازم ناخد بالنا منها. ان احنا اول لما بنبدأ نتكلم مع الطفل، اول حاجة بنفضل نقول له على حاجة بيعملها غلط، ايه؟ نو، ما تعملش ده، نو، لا، لا، لا. احنا بعد كده بنستغرب ان الطفل بنلاقي اول كلمات بيقولها مع بابا وماما لا ونو، ونقول ايه ده. بعد كده نقول الله ده بيتكلم. اه بس هو دي كلمة هو اخدها منك وتعود عليها، بعد كده اوريدي هو في حياته طول الوقت هتلاقيه على طول بيقولها. هو لما هيبقى بيقولها لك تلقائي، انت مثلا هتيجي بتعملي له حاجة فهو هيقول لك نو، انت هتقولي انت بتعند ليه وتزعقي له. هو هيبقى مش فاهم انت بتزعقي، فهتلاقيه هو بيعند ويبقى حاسس ان انت مش فاهماه، او مش عارف يوصل لك المعلومة اللي هو عايز يقولها. فهو هتلاقيه بقى بيعند، الطفل هتلاقيه بيتحول ويعيط ويدبدب في الارض، فانت هتحسي دي سلوكياته غريبه. ده كده بيعمل حاجات مش نورمال خالص، ده مش طفل طبيعي. انا لازم بقى اقسى عليه واقوى عليه وافضل اقول له على كل حاجه لا. لا، احنا اللي عملنا له ده كده غلط، احنا اللي عملنا ده كده غلط. في حاجه برضو تانية، بوينت تانية، ان احنا مفروض نعمل روتين للطفل من وهو صغير. الروتين هو اللي بيخلي الطفل، هو اللي بيحس فيه ان هو بيعمل له بيئة من حواليه ما بيعرفش يخرج منها. يعني اعمل له روتين الصبح وروتين بالليل وروتين في اليوم كله، وما كسرش الروتين ده غير في حاجات بقى ايه لما تبقى خارج ارادتك انتي. مش اليوم ده لا انا زهقانة فمش مهم بقى النهاردة الروتين يبوظ، لا. طول ما انتي سيستم حياتك ماشي كل يوم زي ما هو، الا بقى لو طلعت يوم اجازة، يوم ما كنتش في البيت بتاعك وحاسة ان الروتين هيتكسر شوية، لكن الطبيعي احنا لازم نمشي على الروتين ده. الروتين ده مفروض ما يقفش خالص. ليه؟ ان احنا لو خرجناه بره البابل اللي احنا عاملينها، هو برضه هيتلخبط ويتشتت ويحس كده لا هو عايز يجرب حاجات تانية. لا، احنا نخليه هو ماشي في نفس الروتين، ده هيخليه يبقى احسن وافضل ليه. ده حاجة من الحاجات برضو اللي انا شايفة ان يعني بوينت من الحاجات ان هي برضو دي صح جدا للطفل. ان احنا حاجة برضو من البوينت التالتة دي تعتبر ان احنا نخلي الطفل عنده الاختيار. ما نخليش كل حاجة رولز عليه، اعمل ده، لا ما تعملش ده. لا، احنا نديله الاختيار. يعني لو احنا مثلا جينا قلنا للطفل تاكل بيض ولا بان كيك، هو هيختار البان كيك. بس عارفة احنا عملنا ايه؟ احنا حاطين في البان كيك بيض. احنا كده عملنا الحاجتين، عطينا له الاختيار، وهو حس بقيمة نفسه، وهو حس ان هو مسؤول، وحس بيعمل حاجة، وحس ان هو اللي اختار، وفي نفس الوقت اخدت الفايدة اللي انا عايزة اديها له. هو لما بيحس ان هو بياخد الاختيار، يا فرحته، فرحته واحساسه ان انت كده مخليه حد مسؤول وحد كبير، وان انت حاسه بوجوده، هيحس باحساس مختلف تماما تماما تماما. فهيبقى فرحان قوي. هتبداي تلاقي احاسيسه في ان هو يعند معاكي هتقل شويه كل ما يكبر، مش هقولك في وقت صغير، بس على الاقل كل لما يكبر هيقل. فاحنا كده عطينا له حاجات اوبشنز كتير هو يتعامل بيها. مثلا هنيجي نقول له تلبس الشوز السوداء ولا الشوز البني، هو في نفس الوقت
انا وجهة نظري انا ابقى عايزه الاتنين، واعطيله الاختيار في الحاجات اللي انا عايزاها. لازم برضو ابقى انا القائده، انا اللي ماشيه الامور، الرولز دي كلها تحت ارادتي انا. فهو وقتها هيختار. انا برضو عملت نفس الموضوع، لكن ما اعطيتهوش اوبشن الشوز كلها اللي عنده وقلت له اختار بقى انت ما بينهم كده، لا. انا اعطيته الاختيار ما بين حاجات اللي انا عايزاها، بس سبت له هو. بص هقول لكم بوينت كده، انا يمكن يعني عملتها، وكنت بعملها تدريجي، ما عملتهاش مره واحده، ويمكن اتعلمتها من قعدتي اكتر مع ابني. بدات اعمل معاه ايه؟ بدات اقول له مثلا تحب تفطر ايه؟ اساله في الفطار. هو يجي يوم يقول لي اه ده، لما انا بقيت اديله الاختيار واحس ان انا بقول له عندك الاوبشن ده وده وده، هو بقى يقول لي خلاص اللي انت عايزاه، اللي انت شايفاه اسهل. خلاص يا اللي انت شايفاه يا مامي. فحسيت لا، الموضوع اختلف لما انا فعلا بديله الاختيار. الموضوع ان هو بقى ايه، هو بقى خلاص بيديني انا اللي حدد له هو يعمل ايه او ايه الاصح ليه. عملت معاه كده برضو في الحاجات اللي مثلا ايه، الحاجات الان هيلسي مثلا، ما بقتش اقول له ان دي ان هيلسي. اه بنجيبها، مش هنضحك على بعض، في حاجات ان هيلسي بنجيبها، بس باجي اقول له ايه مثلا، اقول له لا دي كده ان هيلسي هناكلها المره دي، بس يا ريت ما تبقاش على طول. وابدا اقول له ان الحاجات الهيلسي هتعمل معاك ايه، اقول له دي هتخليك انت تبقى احسن وتكبر اسرع وتبقى قوي اكتر وتعرف تلعب السبورت بتاعتك احسن. هو بقى بكل تفكيره ان انا هبقى اقوى، ابقى احسن، وان انا مش ممنوع مني الحاجات التانية، لا يبقى انا اخد الهيلسي اكتر، والحاجات دي تبقى في الاوبشن الايه اللي لما يحس ان ايه نفسه بقى فيها. دي حاجة أنا جربتها بجد، وحسيت بفرق فعلا. فعلا حسيت إن لأ، هو دلوقتي بيسيب لي في حاجات، مش في كل الحاجة. هو دلوقتي في حاجات كتيرة بيسيب لي فيها أنا الاختيار، بيخليني أنا اللي أقول له مثلا إيه الصح وإيه الغلط فيها. بقينا ناخد رأي بعض. حاجة برضو أنا سمعتها في فيديوز برضو، يعني أنا مش هقول لكم دي حاجات إن أنا قريتها، لا لا، فيديوز سمعتها، إن إحنا نقرب منهم قوي، نربط علاقة يعني حب ما بيننا وما بينهم، إن إحنا مثلا إيه، نفضل نقرب من بعض. لما انت تقربي من طفلك وتحسي ان انتوا فريندز وصحاب وقريبين من بعض، هو وقتها هيحس بان انتوا علاقتكم كويسة، فهيبدأ يحس ان انتوا اصحاب، مش بتتعاملي علاقة رولز ما بينكم. العلاقة مش رولز ما بينكم، ان انت لا، انت عطاله فرصة ان هو يقول لك نفسه في ايه، بيحب ايه، ما بيحبش ايه. فالموضوع هيختلف تماما، هتحسوا مع الوقت ان الموضوع اختلف تماما تماما. دي تجربة برضه. الحاجات اللي انا فعلا فعلا جربتها، دي الحاجات فعلا اللي انا هقولها ان دي حاجة انا بجد حاسة ان احنا المفروض تبقى امانة، كل واحد يوصل تجربة وحاجة حلوة مر بيها. تاني حاجة بقى، ممكن لو طلعنا من الأطفال شوية، هل الكبار مش بيعندوا؟ هل زوج وزوجة مش بيعندوا مع بعض؟ لا، العند موجود بين كل الناس. حد من صحابك قريب ليكي عنيد قوي، او بنقول عليه دي دماغها ناشفة. على فكرة ساعات الناس دول بيبقى عندهم ضعف، هم شايفين رأيهم ضعيف، محدش بياخد بيه، بيحبوا يعندوا، ولو عارفين ان انتوا ممكن يجي عليكوا شوية. الناس اللي زي دول ما نتجادلش معاهم، بس ممكن نعمل بوينت كويسة تعلمهم ان هم يقللوا العند بتاعهم شوية. ممكن نعمل مثلا حاجة ان احنا وقت لما يبقى فيه نحس ان احنا هندخل في جدال معاهم او ندخل في شوك جامد مع بعض، ان احنا لا ما نتكلمش معاهم كده. احنا ممكن ناخد الموضوع ان احنا نقول لهم ايه، ايه رأيك، بس انا عندي الرأي ده ممكن احسن. اديها برضو اوبشن اختيارات او اراء، او اقول لها لا انا التجربة دي حد مر بيها. والله لو انا قلت التجربة دي حد مر بيها وفعلا تبقى حاجة حصلت وهي بتثق فيا وهي ما بتسمعش، خلاص انت عملتي اللي عليكي، فما تتجادليش، ما تتعبيش بقى قلبك وتتعبي صحتك وتحسي انك بقى ايه بتضيعي وقت. لا، ما تضيعيش وقت ولا تتجادلي كتير. بس هي ممكن مع الوقت تقعد تفكر مع نفسها، ولما تحس ان هي جربت الحاجة والحاجة دي ما جابتش اي نتيجة، فهتبدأ تفكر وتقول هو انا فعلا ليه كبرت الموضوع، انا ليه ما سمعتش الكلام. هتبدأ تركز مع نفسها وتفكر. حتى الازواج، احنا مثلا ايه، كل واحد تحسي ايه ان كل واحد مثلا ايه تحسي ان في زوج مثلا يبقى بيعند مع مراته، مش عشان حاجه، هو فاكر ان دي قوه منه، ان هو كده هيبقى سيد وهو اللي بيمشي البيت. ده غلط، مفيش الكلام ده.
ولا في حاجة اسمها سي السيد ولا انت اللي بتمشي البيت. احنا الاتنين بنمشي البيت مع بعض، احنا الاتنين اللي بنخلي الحياة تعدي. دي كل حاجة باختيارات الاتنين. الام ليها دور والزوج ليه دور، واحنا الاتنين بنكمل الدور ده. فلو انت عندت مش هتبقى على مصلحة حد. وعلى فكرة برضو الست ممكن بتعند وهي بتبوظ الدنيا، انا ما بقولهمش كل ده على الرجالة بس، لا، ممكن الست برضو بتبقى بتعند وتبوظ الدنيا. انت مثلا مرة تلاقي هو مشى الدنيا في حاجة، عديها انت المرة اللي بعدها. مش لو لقيتي بقى ان الموضوع معاه اوفر وانت حاسه كده، واجهي، قولي له انت كده، ده اتكلمي. يعني انا بشوف ان دي، اما ادي بوينت للي قدامي وفي عشم ما بيننا، ادي له بوينت ان انت كده بتعند، انت كده ده مش صح، انت كده مش دي هتبقى جايه على مصلحه البيت. حسيتي بقى ان هو في ناس على فكره بتتقبل ده وممكن مع الوقت يتغيروا، وفي ناس لا، مش هتتغير ومش هتتحسن. دي بقى بوينت تانية، يعني ايه، ليها بقى سيرابست يعالجها، مش احنا اللي هنعالجها في الفيديوز بتاعتنا. بس الأغلبية لأ، ناخد وندي، نبقى كويسين، نبقى حلوين مع بعض، نعرف نواجه اللي قدامنا ونتكلم كده بثقة ونبقى واثقين في رأينا. ونبقى مثلا نحاول نشوف ايه، انت حسيت رأيك ان انت لو حاسه ان انا رأيي اللي قدامي بيعند بس في غلط، اكلمه بقى واديله اختيارات كتير. وزي ما قلت والله في ناس بتبقى ضعيفة وهي بتعند من باب ان هي بس تثبت ان هي قوية وان هي كويسة وان هي ليها رأي في الحياة. مع على فكرة العند ده ضعف والله، يعني بجد لو احنا دي بقى قريناها بجد، العند ده نوع من انواع الضعف. مفيش حد هتلاقيه قوي وشخصيته قوية وكويس هتلاقيه ان هو بيعند خالص خالص. بالعكس، ان الناس النورمال الطبيعيين مع مش يعني هيكبروا دماغهم ان هم يفكروا يعندوا اصلا. مش هيبقى في دماغهم ان احنا نعند، هيبقوا شايفين الحياة اسهل واسرع من ان انا اضيع وقت من ان انا اعند. هيبقوا شايفين ان انا في الوقت ده انجز في حاجة، اعمل فيه حاجة، الاقي ان اللي قدامي ده عنيد اصلا، انا هبعد عنه، سكيب، يلا انا اشوف اللي بعديه. دي ناس ناجحة، ناس مش بتضيع وقتها مع حد. الناس دي هتلاقيها بتنجز في حياتها اكتر، بتعمل حاجات احسن. الناس دي بتتقدم اكتر مننا بكتير. لكن انا مثلا كنت في وقت كنت احب قوي قوي الجدال مع الناس اللي هي الاقي بتفكر غلط وماشيه مصره على كده. بس حسيت بعد كده لا، مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. لا، مش هضيع ولا وقتي ولا مجهودي ولا صحتي في ان انا اجادل مع حد بيعند. اللي بيعند اللي بيخسر هو اللي بيخسر. انا هخسر ايه؟ انا طول ما انا ممشيه حياتي زي ما انا عايزه، وطول ما انا مبسوطه والدنيا الحمد لله ماشيه وعارفه انظم حياتي، ماليش دعوه. هو اللي بيضيع نفسه هو اللي هيندم. خلاص، ما يعني فكرة بقى نفضل نبص اللي هو اللي مجرد برضو، طب ما انا فكرتي ان انا طول ما انا هضايق في نفسي وكده، انا برضو كده انا غلط. انا غلط، انا كده مش حد بقى صح. يبقى انا برضو كده عندي خلل في شخصيتي. الناس اللي هي الرايقة اللي بتفكر بس لمصلحتها والقدام، دي بجد والله العظيم هي دي الحياة الناجحة، هي دي الحياة المثالية، هي دي اللي بتعرف تنجز حاجات كتيرة. لكن الناس بقى اللي بتتكلم كتير وتهري كتير وتضيع وقت وتضيع وشغلة نفسها بالناس وبصل ليهم، هي دي اللي اكتر حياة مش بتتقدم لقدام سنتي واحد خالص. فمفروض كلنا بجد نغير يعني نغير طريقة تفكيرنا ونحاول نمشي رولز صح مع اولادنا. ان بجد بجد والله انا الحاجات اللي انا بقول ان انا جربتها، ان انا جه عليا وقت كنت حاسه خلاص انا انا مش عارفه اسيطر، انا تعبت. وعارفين حسيت ده امتى اكتر وقت؟ اول دخول الدراسة. يعني انا اول الدخول الدراسة، يعني احنا في الصيف مسيطرين واحنا بقى ايه، انا محتوياه وبننزل مع بعض كتير وبنتحرك كتير. اول الدراسة بحس ان شخصية ابني بتتغير، هو بيبقى مع اصحابه، بيبقى حاسس ان هو قاعد وقت معاهم اطول، بيبقى حاسس بتغيير، فبلاقي شخصيته بتتغير تماما. ده الوقت بقى اللي ابدأ لا، ارجع، ارجع تاني، نرجع بقى نحاول نحسن في علاقتنا، نرجع تاني نحاول نحط رولز معينة، نرجع تاني احاول بقى لأ. عشان وقتها هو بقى بيبقى عايز برضو يقلد او عايز، بيحس بقى ايه، لأ انا بتعامل معاكي زي ما بتعامل معاهم،
فبينسى ساعات ان احنا ايه، ان احنا بقى هنا رجعنا البيت، احنا دي مامي اللي موجوده في البيت. لا، هو بيحس بقى لا، انا هتعامل معاها بقى زي ما بتعامل مع اصحابي اللي هناك. دي وقتها بقى نحط، عشان زي ما بيعند مع اصحابه وبيلعبوا مع بعض وبيضايقوا بعض، هيرجع انا يعمل معايا نفس الموضوع، ما يبقاش عايز يذاكر وما يبقاش عايز يعمل حاجه، وطريقه اللانجوج الكلام بتاعته بتتغير، وحاجات كتيره بتتغير. ففي حاجات كتيره قوي نقدر نعملها في موضوع العند وتتحسن. ده فيديو النهارده اتكلمنا على بوينت، بصراحه انا حاجات كنت حابه من اللي انا اتكلم فيها. دايما هتكلم في حاجات مش هربطها ولا باطفال بس ولا بكبار بس. يعني هحاول اخد حاجه لو في بنتكلم مثلا في نقطه زي العند مثلا، وده موجود فينا كلنا، هتكلم فيها عن الاطفال وعن الكبار، الا لو في حاجات تخص بس الاطفال بس الكبار بس، لكن العند ده موجود فينا كلنا. فحبيت اتكلم من مثلا عن الاطفال شويه، يمكن كان اكتر، ونتكلم فيه عن الكبار اكتر. وحاجة تانية، احنا في كتير قوي من اللي بيتفرجوا على الفيديوز كتير وبيكملوا الفيديو للاخر ومش بيعملوا سبسكرايب. يا ريت يا ريت يا ريت نعمل سبسكرايب ولايك ونسيب كومنت، عشان اعرف ايه الحاجات اللي انتوا عايزيننا نتكلم فيها تاني، وعشان برضو نحاول نطور شوية في الفيديوز. اوكي، ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.